تونس وبلجيكا في كأس العالم 2018 7 أهداف في المباراة من المنتخبين، ومباراة كانت هتبقى تاريخية لتونس لولا الخوف والتوتر. لايك وصلى على الحبيب وتعالى نشوف ايه اللي حصل. كرة أولى من منيف إيد الفاروق بن مصطفى، التانية هازارد يلبسهم في ركلة جزاء، والأخطاء الدفاعية بتخدم بلجيكا من البداية. الهدف الاول للفريق البلجيكي، وبيخش لها هازارد وبيسجل الاول في مرمى تونس. وعموما منتخباتنا العربيه في اي مباراه مهمه لازم تعمل اخطاء في البدايه. الثانيه من لوكاكو لهازارد وتضيع على بلجيكا. كراسكو يجرب بكره ثانيه وبلجيكا مستحوذه، وبما ان بلجيكا ضاغطه فكان لازم يجي الهدف الثاني. الهدف الثاني من لوكاكو، والهدف الثاني مش ممكن الهدف الثاني للفريق البلجيكي على خطا فردي. جول تاني من لوكاكو في مرمى تونس، وبلجيكا بتضرب تونس بهدفين في اول ربع ساعه. رد فعل تونس كان سريع بعد عرضيه من وهب الخزري على راس ديلان برون، يمشي بالراس وهدف اول. الهدف الاول للمنتخب التونسي، الهدف الاول للفريق التونسي. وبتسجل تونس هدف مهم في وقت مهم يديلهم ثقه امام بلجيكا، والمباراه بقت مولعه والنتيجه 2-1 لبلجيكا. كراسكو ردة فعله كانت سريعه وكان هيسجل الثالث، وبيتالق بن مصطفى كره تانية من بلجيكا وسهله وبعيده، يرد فرجاني ساسي بكره تانية جنب القائم. اما وهب الخزري فحط قذيفه صاروخيه بيطلعها كورتوا بصعوبه. تونس بدات تلعب وتمتع، وكره تانية بعيده عن المرمى، بس بلجيكا كانت ليها راي اخر.